هي هدى. مقدور لاعبة المنتخب الوطني داخل القاعة، وشاركت في هذا الدوري مع فريق شابة تطوان اللي كنشكرهم بزاف. وكنبغي من هذا المنبر نشكر اللي نظم هذا الدوري جوهرة تطوان. هذا الدوري الموسم الاول ديالو لاله خديجة، وكان التنظيم مزيان بزاف، وكانوا فراقي اللي كيشجعوا على كرة القدم النسوية. وشكرا. كيف كانت المشاركه ديالكم في التتويج بهذه النسخه الاولى؟ كيف كان الشعور ديالك والاحساس ديالك؟ شعور طبعا فرحانين كاملين بينا، حيت شاركنا في هذا الدوري وفزنا به عن جدارة واستحقاق وصافي، والبنات كاملين فرحانين. وكذلك فزتي بجائزه كاحسن لاعبه. كيف الحمد لله، ما جاتش عن فراغ، يعني بالخدمه وبزاف د الحاجات، والحمد لله. شي كلمه اخيره؟ كنبغي نشكر اللي نظم هذا الدوري، ويبقاو يتنظموا بحال هاد الدوريات اللي كيشجعوا على كره القدم النسويه وصافي. تحت الشعار وباسم الاميره لاله خديجه، هو الدوري هذا اللي نظمناه في مدينه تطوان، دوري جهوي كيمثل الجهه طنجه تطوان الحسيمه. وكنشكروا الفرق اللي جاوا، زعما صراحه الله اللي جاوا من طنجه والشاون وهنا في مرتيل وتطوان. وثانيا كنشكروا السلطات، وكنشكروا السي محمد الهريس والاداره المجموعه الرياضيه السنيدر ملي تعاونوا معنا وعاونونا الصراحه الله في هذا الدوري هذا، لا بالنسبه للملاعب وبالنسبه للحضور ديالهم. وزعما الصراحه الله هذا الدوري هذا يعني عطاوه الصدى لمدينه تطوان. وبالنسبه كجمعيه جوهره تطوان الرياضيه، يعني كتفتخر بهذا الدوري هذا، وكنشكروا جميع المسؤولين، وكنشكروا ايضا الصحافه والاعلاميين الالكترونيه، زعما الصراحه الله اللي كيتعاونوا معنا واللي كيعطيونا يعني واحد هذا واجب، يعني كيعطيونا واحد القيمه باش يرفعونا من فوق. واذا ما كانش هذه الصحافه والاعلام وهذه زعما الصراحه الله يعني اي حاجه اي انشطه راه ما عاد بلغشي. والحمد لله اللي كل شيء هو هذا، كل شيء جاز مزيان. وكنطلبوا الله ان شاء الله بحول الله النسخه الثانيه تجوز ما احسن، عاود ما احسن من هذه. وهذا هو اللي كاين. وحنا الهدف ديالنا شي كامل من الدوري النسوي هو كنعطيو لهاد البنات وهذه يبلغوا ويوصلوا، وعندهم كاين البنات عندهم موهبه ولكن ما كاينش اللي كيوصلهم. ولكن كاين الناس الحمد لله حضروا معنا هنايا تقنيين، وحضروا معنا يعني الناس زعما الصراحه الله اللي كيوصلوا هاد الناس هاد البنات هذوما. وان شاء الله في النسخه الثانيه ان شاء الله المقبله نكون معكم في الموعد. وشكرا لكم وتحياتي لكم. يوسف الإدريسي، رئيس جمعية جوهرة تطوان الرياضية لكرة القدم.